مبدئيا كده قبل ما نبدأ الفيديو، ما تعلقوش ابدا 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 على اشكالنا اليومين دول، عشان احنا مرهقين جدا والله العظيم فوق ما تتخيلوا وفوق ما اي حد يتخيل. كمية تعب رهيبة، وقلة نوم بطريقة رهيبة أكتر وأكتر، وقلة أكل بطريقة أرهب وأرهب. اه والله يا جماعه فاحنا متمرمطين اليومين دول قوي. وطبعا انتوا اكيد فهمتوا ايه السبب. السبب طبعا ان احنا بدأنا نجهز في الشقة. ده اول فيديو بقى لاول تجهيزات في الشقه. عايز اقول لكم ان احنا رحنا هناك، انا رحت هناك وصورنا كده، خدنا كام شوط. هو احنا اي نعم اول ما دخلنا الشقه اتصدمنا شويه من الشكل، ولكن عايز اقول لكم ان بعد كده تفهمنا الموضوع واتبسطنا انا وفرحنا. اسيب محمد يشرح لكم واطلع الاكل عشان هنموت من الجوع. تعالي ناكل الاول وهعرض لكم واحنا بناكل بقى ايه التطورات اللي حصلت في الشقه. احنا النهارده هلا مش قادره تطبخ خالص، وانا عايزارها طبعا كتر الف خيرها عشان هي تعبت معايا برضو. دي بطاطس ويدجز، خلصنا نصها واحنا جايين في الطريق. كل شويه مدي ايد اخد واحده، كل شويه مدي ايد اخد واحده. وده بيك تيستي، وده بيك تيستي، وده تشيكن ماجدو. تعال نسموا بالله بقى، نسموا بالله. انا قلبت اسكندراني. تعال نسموا بالله يلا وناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول لكم يا جماعه الفتره دي ملهاش لازمه دلوقتي، دي بتاعت ميلك شيك. ما تاخدولناش على كلام ولا تاخدولنا على اي حاجه خالص. ما تعلقوش على حاجه. يعني اعذرونا والله عشان احنا بجد هنتعب قوي. ادعوا لنا بالتوفيق كده وتيسير الحال. طيب قبل ما ناكل بقى، في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لكم، مهمه جدا جدا جدا. صديقتنا من الامارات عندها متجر اسمه الثوب، بتبيع فيه عبايات بيت على النظام الخليجي طبعا، لان هي مش في مصر. حاجتها حلوه جدا، وكمان الاسعار يعني هتعجبكم جدا. بتبتدي من 50 درهم ل 80 درهم فقط، في توصيل لكل دول الخليج. وهسيب لكم كمان الارقام بتاعه التواصل على الواتساب في اللينك المثبت طبعا، اللي حابب يتواصل ويطلب اي شيء من دول الخليج فقط يا جماعه، دول الخليج فقط. وكمان لينك الانستجرام هسيبه لكم عشان تتفرجوا على ايه، على العبايات اللي موجوده عندها. تعالوا بقى نرجع للفيديو بتاعنا والاكل، عشان انا جعان يا جماعه. البطاطس اتلجت دي صراحه. الله 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 الله. عشان رايح بصل في السندوتش بس مش لاقي فيه بصل عشان اطلعه، يعني مش لاقيه. بس ده مش بيك تيستي صح؟ لا ده رانش. يلا بينا نسمي بالله ونخش بقى. بسم الله. ده زياده مش بتاع ادم. ادم اكل اصلا خلاص. تاكل طبعا بقى ايه، نخلص بقى الكلمتين الحلوين اللي انا هقولها لكم دلوقتي ونخش بقى على الفيديوهات المنتظره. حاجه مهمه قبل ما تخش على الفيديوهات المنتظره، اليوتيوب عامل ميزه جديده اسمها تشكرات للي حابب يدعمنا. هيلاقيها تحت الفيديو على طول، يضغط عليها وبيعرف بقى الخطوات بعد كده. وطبعا اللي مش قادر يدعمنا من تشكرات يدعمنا بلايك ويشترك في القناه عشان يفعل زر الجرس ويشوف كل اللي هيحصل بعد كده ان شاء الله باذن الله. ان في حاجات جامده جدا هتحصل وهتعجبكم باذن الله. مفاجآت يا جماعه. زي ما قلنا لكم مش تعتبوش علينا عشان انا مش مجمعه خالص، فتلاقوني بتأتأ كتير. كان نفسي اكله هو سخن. يلا هنا بكره الميكروفي يشتغل ونسخن براحتنا. عايزه اقول لكم كمان ان احنا سمعنا ان الكهرباء هتشتغل خلال اسبوعين. فطبعا دي حاجه حلوه جدا ان احنا ممكن نعزل قبل رمضان. ولو الكهرباء اشتغلت في رمضان يبقى لا هنعزل بعد العيد زي ما كنا قايلين، لكن لو اشتغلت كمان اسبوعين زي ما قالوا باذن الله هنحاول ان احنا نعزل باقصى سرعه قبل رمضان، عشان نقضي بقى اجواء رمضان معاكم هناك كده، ونعمل لكم بقى حاجات حلوه هناك وفيديوهات جامده جدا. انت عمال تاكل وسايبنا اتكلم. هتكلم اهو. اشمعنى السندوتش بتاعك فيه طماطم وانا السندوتش بتاعي ما فيهوش طماطم؟ بجد؟ والله عادي. وانت اصلا بتطلع الطماطم؟ لا باكلها بس بطلع البصل بس. انا عايز احط بيبسي بصراحه. لو عايزه هاتي ده خدي ده. بس ازاي؟ لا شوفيها اتاكدي. مفيش. لا اهي حاطين لي حته واحده ولسه يا ضلاليه ما جبتهاش. ازاي يعني؟ ازاي ماك ما يعملش كده ابدا يا جماعه؟ ماك حلو. والله حاطين لي حته واحده بس. طب ما انا حته واحده يا ماما. لا انت حاطين لك كتير اهو. والله حته عشان انت تفس. هلا تعالى عليها شويه. هلا انت رايح هناك خالص كده. الكنبه اخد مكان مش عارف اجي عليك. ما انت قاعده متربعه يعني. انت غريبه قوي الصراحه. طيب تعالوا بقى دلوقتي يعني بعد ما نستخسر فيها الطماطم ونستخسر فيها القعده كمان. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما نحط البيبسي في الكوبايه، نعرض عليكم بقى الفيديوهات الجميله اللي ان شاء الله تعجبكم.
وهي بداية العمل الحقيقي في الشقة، شقة العمر يا جماعة، شقة العمر. هي شقة بسيطة وربنا يا رب محمد هيعمل يجعل لكم فيلم وثائقي عن الشقه. يا ربنا يا رب يجعل ادمها حلو علينا. امين يا رب. ادعوا لنا يا جماعه بجد عشان خاطر والله بتحصل معانا عكوسات وحشه جدا. الحمد لله الحمد لله كله خير ان شاء الله من عند ربنا. وتعالوا بقى نعرض عليكم الفيديوهات. طبعا اول ما دخلنا الشقه زي ما انتم شايفين كده لقينا عمو اللي بيكسر ده زي ما انتم شايفين كده بقى مش عارفين نمشي من كتر التكسير والحاجات دي. فقمنا داخلين الاوضه فلقينا عمو برضو تاني بيكسر الشبابيك عشان خاطر هيتحط مكانها ألموتال. الحقيقة ان الشبابيك لما بتتفتح بتاخد مكان اصلا وهي مفتوحة، فعشان كده قررنا ان احنا نعمل موضوع الشبابيك الألموتال بحيث انها توفر معانا مساحة، وبحيث انها احنا لو حطينا ظهر السرير هناك فنقدر ان احنا نفتح ونقفل الشباك. بعد كده بقى قررنا ان احنا نطلع بره عشان نهرب من الدوشه اللي في الاوضه جوه. اتفاجئنا بدوشه تانية بره اكتر. المطبخ بيدشدش يا جماعه. ليه؟ هنعمل مطبخ امريكاني ان شاء الله يكون حلو كده، وشه حلو علينا وشكله حلو كمان ويعجبكم. في طبعا الراجل اللي بيكسر ده واقف ورا ورا الحيطه عمال يكسر الحيطه بتقع من لبره. وعشان ما ننساش كمان ان ده جبسن بورد يا جماعه، هنعمل كمان في السقف جبسن بورد، وده الواح الجبس البورد اللي هي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الكهرباء شغاله زي ما انتم شايفين كده، بس ده عايز اقول لكم ان دوت مولد كهرباء الراجل اللي شغال جايبه عشان يشتغل بيه. عايز اقول لكم بالمره ان احنا شغلنا الميه اهي زي ما انتم شايفين كده. عايز اقول لكم ان اللحظه دي بالنسبه لي حلوه جدا يا جماعه والله العظيم، عشان خاطر احنا هنا محرومين من الميه تقريبا 3/4 اليوم، 3/4 اليوم محرومين من الميه يا جماعه. فالحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا مباركا. ده الكهربائي بيكسر طبعا عشان خاطر يدخل سلوك الدش وسلوك الكهرباء ويعمل وصولات كهرباء وحاجات كده يعني. تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشغل ده معروف يعني. ودي بقى كانت الفيديوهات اللي احنا الشوطات اللي احنا خدناها. بس انا عايز اقول لكم ان اليوم ده بقى اللي انا تعبت فيه. هي فيديوهات صغيره مش موضحه قوي اللي حصل عشان خاطر بس كانت الدنيا زحمه في الشقه قوي. لا وانا كنت تعبان قوي. محمد كان تعبان قوي خدتها وجريت. وبرده مش عايزين نحرج حد واحنا بنصور. فخدنا شوطات كده خفيفه. بس ان شاء الله بقى الفيديو اللي جاي في حاجات بقى احلى واقوى من الفيديو دوت. استنوها بقى ان شاء الله كده يا رب تعجبكم. الفيديو اللي جاي ده يا جماعه احنا صورناه النهارده ماشي. احنا الحمد لله صورناه خلاص يعني. في تطورات كبيره كبيره جدا يعني. الحمد لله احنا رحنا اتفاجئنا بالشقه ان حصل فيها كل ده. فالحمد لله ده تيسير من عند ربنا. وعايز اقول لكم الفيديو كمان من بدايته، احنا من بدايه ما نزلنا من البيت وبعد كده رحنا المعديه، ركبنا المعديه وصورنا لكم. هلا صورت لكم تقريبا طيور النور الصح والمعديه والميه، ويا رب تكون صورت يعني. اللي بتحصل معانا كمان شخصيا والله. بفضل اصور كده وبعد كده في النهايه بتفاجئ ان انا ما دوستش ريكورد يعني. وصورنا لكم اجواء حلوه وصورنا لكم واحنا بنفطر كمان. فيوم كامل صورناه تعبنا فيه جدا والله العظيم يا جماعه النهارده. فاستنوا الفيديو بتاع بكره كمان هيعجبكم قوي قوي قوي. اظبطوا بقى منبهاتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وشفتوا اللي حصل في الشقه. مش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. ويلا نشوفكم على خير وباي باي.